بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. مصر الليلة دي بتحتفل ضباط وقادة وجنود بثورة قادها الجيش حامي البلاد والحدود، شارك في نهضة مصر وبيه واكبنا العصر. الشعب لما يعاني عشان رغيف العيش يلقى الملاذ والأمل مع الجنود والجيش. مصر اللي طول عمرها شعلة شعار ومنار، عانى كتير شعبها من ذل واستعمار، لكن وبعد الليل دايما بيجي نهار. كان الأمل في الجيش وكان عليه يختار، جانا الخلاص على ايد ضباطك الأحرار. في حياة الأمم لحظات فارقة تفصل بين عهدين، عهد مضى وعهد ولي، لحظات يفتح لها التاريخ صفحات ناصعة وتفرض فيها الشعوب إرادة العهد الجديد. يتغير بأحداثها أوجه الأوطان، ويتغير معها مكنون الإنسان، وتحدث تأثيرا كبيرا من حولها، كأنها زلزال يهز الأركان أو فورة حمم يقذفها بركان. ثورة 23 من يوليو 1952، ذلك الحدث الذي تفجر في ربوع الوطن ليتغير به وجه مصر في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال العسكري، والهدف المتمثل في بناء جيش وطني قوي. لقد تولدت الثورة في عقول وضمائر نخبة من أبناء مصر في صفوف الجيش، أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار. استشعروا أن إرادة مصر ليست بيد أبنائها، وأنها تقبع تحت نير الاحتلال البريطاني في حالة مزرية من الضعف والتخلف. يستنزف الاستعمار قواها ويعتصر خيراتها ويتحكم في إرادتها ومقدراتها. ضباط لم يفارق خيالهم مرارة الهزيمة في حرب فلسطين. هزت ضمائرهم ما آلت إليه أحوال وطنهم من سوء وفساد وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ربوع البلاد، فعقدوا العزم على تحرير وطنهم واستعادة كرامة شعبهم. طريق الثورة طريق مصر، طريق الثورة طريق مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر. من يوم ما ثورتنا عرفنا ومالك مصر الطاهر مع كل صباح على أمتنا، أمة أحرار كلها صوات ولا كلمة الغير شعبها فيها ولا كلمة. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، ولم يكن الفساد وقفا على المرافق المدنية، بل تعداها إلى الجيش، وتآمر الخونة على جعل مصر بدون جيش كامل التسليح. وفي سبيلها لتحقيق مبدأ بناء جيش وطني قوي، عملت الثورة أولاً على تحرير البلاد من الاستعمار، وتمكنت بعد مباحثات مضنية تخللتها عمليات فدائية جريئة على القوات البريطانية في منطقة القناة، من إجبار بريطانيا على توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر عام 1954. اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء.
وبمقتضاها بدأت القوات البريطانية في الانسحاب من مصر بعد احتلال دام 74 عاما، وتم انسحاب آخر جندي بريطاني من مصر في 13 من يونيو عام 1956. وبعد أن حققت الثورة باتفاقية الجلاء مبدأها الرئيسي وهو القضاء على الاستعمار، انتقلت لتحقيق واحد من أهم وأخطر مبادئها، وهو إنشاء جيش وطني قوي. وظهرت تلك الأسلحة لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم عام 1956 بمناسبة الاحتفال بمرور 4 أعوام على قيام ثورة 23 من يوليو. وأحدث ذلك الحدث قلقا كبيرا في إسرائيل، واعتبرته تهديدا مباشرا وخطيرا لأمنها. وهي الدولة الوليدة التي لم يمض على إنشائها 7 أعوام، لذا فقد سارعت بالانضمام لمؤامرة العدوان الأنجلو فرنسي الذي شن على مصر في 29 من أكتوبر عام 1956، تزعمته بريطانيا بسبب تضررها من الجلاء الكامل عن مصر، وانضمت إليها فرنسا بسبب مساعدة مصر السياسية والعسكرية لثوار الجزائر ضد الحكم الفرنسي، وقيام الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس في 26 من يوليو عام 1956. باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ضربة كانت من معلم خلى المستعمر يتكلم، ضربة كانت من معلم. قدمت بريطانيا انذارا بأننا لا بد أن نقبل احتلالها هي وفرنسا لأراضينا. هذا يا إخواني لا يقبله الشرف ولا تقبله العزة ولا تقبله الكرامة، وإنه خير لنا أن نموت جافيا دفاعا عن وطننا عن أن نقبل طوعا احتلال بريطانيا وفرنسا لجزء من أراضينا. ولحقت بهما إسرائيل رغبة منها في تدمير الجيش المصري قبل أن يستكمل تدريبه واستيعابه للأسلحة الجديدة ويشكل خطرا على وجودها. يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبني مصرعي، بالحق سوف أهده وبمسمعي، فإذا فنيت فسوف أثنيه معي. قولوا معي قولوا معي الله 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 أكبر. وعادت مصر من جديد تواصل مسيرتها وتسعى بكل جد لتحقيق أهداف ثورتها ونصب أعين قادتها، وعلى قمة أولوياتهم مبدأ إنشاء جيش وطني قوي يرونه ضروريا لصون أمن مصر واستقلالها في ظل تهديدات متزايدة وتحديات إقليمية محيطة بها وبأمتها العربية، وأبرزها وجود إسرائيل على حدودها الشرقية كشوكة عدوانية تهدد أمنها. وكان الشعب يرى قواته المسلحة وهي تزداد قوة عاما بعد عام من خلال العروض العسكرية والتدريبات والمناورات الحربية التي تجريها القوات المسلحة في البر والبحر والجو، فيشعر بالثقة في ثورته ويلمس إصرارها على تحقيق مبادئها. انتهزت إسرائيل فرصة انغماس القوات المسلحة المصرية في اليمن، وخططت لشن عدوان شامل على الدول العربية المحيطة بها في 5 من يونيو عام 67، وكان الهدف الرئيسي لتلك الحرب هو تدمير الجيش المصري، والذي يشكل أكبر تهديد لإسرائيل في المنطقة. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر،
وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. ومرة أخرى عادت مصر تبني جيشا جديدا. بدأت الأسلحة السوفيتية تتدفق على وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في مختلف الأفرع الرئيسية، وبذلت جهودا خارقة في تدريب القوات واستيعابها للأسلحة الجديدة والحديثة التي أمدنا بها الاتحاد السوفيتي. كان ذلك في نفس الوقت الذي كانت القوات المسلحة تدير فيه عمليات دفاعية متدرجة، بدأت بمعارك الصمود ثم تطورت إلى العمليات الدفاعية النشطة، وباستكمال خطط الدفاع عن القناة وفي عمق مصر تحولت القوات المسلحة إلى حرب الاستنزاف التي بدأت في 8 مارس عام 1969، وفيها تكبدت إسرائيل خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات والأرواح، حيث أنها سعت لدى الولايات المتحدة للعمل على وقوف إطلاق النار. فكانت مبادرة روجرز في 8 أغسطس عام 1970 والتي بمقتضاها تم وقف إطلاق النار، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في الصراع من أجل تحرير الأرض المغتصبة. أيها الإخوة والأخوات، إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. وفي 6 أكتوبر عبرت القوات المسلحة عن أصالة شعب مصر وعراقته، وكان بطلها ومحور إبهارها هو المقاتل المصري الذي استطاع أن يتحدى الأخطار ويخوض الأهوال من أجل أن يحقق لوطنه نصرا عزيزا، وليثبت للعالم أن جند مصر هم بحق خير أجناد الأرض. وخرج الجيش المصري من حرب أكتوبر وهو أقوى عزما وأشد صلابة، فقد حقق لمصر والعرب أول نصر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وضرب للعالم أروع الأمثلة على الصبر والجلد والعمل المبدع في تنفيذ مبادئ الحرب وتحقيق الأهداف العسكرية المحددة. كما أن القيادة المصرية قد عملت بعد انتهاء الحرب على مواصلة التحديث والتطوير في أسلحة الجيش ومنظوماته القتالية والفنية والإدارية وكذا التكنولوجية، تواصلا مع مبدأ ثورة 23 من يوليو عام 52 في إنشاء جيش وطني قوي، والحفاظ على ذلك الجيش في أعلى درجات القوة والقدرة على تنفيذ المهام المحددة له دستوريا وفق إرادة الشعب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يحيط بمصر من تهديدات وتحديات، مدركة أن وجود الجيش القوي هو بمثابة حائط صد منيع لأمن مصر القومي. يموت يا مصر، يموت يا مصر، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة. احنا الضباط الأحرار من الجيش المصري الجبار، هنسطر مجدك يا بلدنا ونحول لياليك نهار. احنا الضباط الأحرار من الجيش المصري الجبار.